في دقيقة واحدة هلخص لك الساحل الشمالي آخر 10 سنين. 2015 الشاليه من 700 ألف المليون. 2016 حصل التعويم، الأرقام طارت وبقى بمليون ونص. 2018 الساحل بقى ديستنيشن والأسعار نطت ل 2.5 مليون جنيه. 2020 جت الكورونا، الطلب المحلي زاد جدا، الأسعار بقت 3 مليون و200. 2022 راس الحكمة الأسعار طلعت فوق ال 4.5 مليون. في 2025 النهاردة الأسعار بتبدأ من 5 مليون قبل الطريق، وفي شركات بتسعر المتر ب150 ألف جنيه. طب والROI اللي اشترى من 4 سنين شاليه للإيجار السنوي بيديله دلوقتي ROI 28%، ده على اللي هو دفعه بالدولار، لكن العائد في القيمة اللي هو بيمتلكها نفسها وصل ل100% في 4 سنين. أنا بحسب بالدولار برضو، وشاليه صغير في سيزون الصيف يجيب لك 15 ألف جنيه في الليلة، والعائد على القيمة اللي هو بيمتلكها نفسها وصل 156%، ده في 4 سنين بس، وبحسب على الدولار. نفهم من ده إن اللي دخل السوق بدري ودخل بأرقام صغيرة النهاردة عنده أصول بتتسعر ب15 و20 مليون، وهو لسه لغاية النهاردة بيدفع أقساطه. باختصار أي حد اشترى في ال10 سنين اللي فاتوا كانت معارفه بتقوله الأسعار دي عمرها ما هتزيد، احنا وصلنا لأسعار غير مسبوقة، ادي الأسعار لسه بتزيد. مين بقى كان يتصور؟